بيان للرأي العام العالمي بفلسفة المرأة، الحياة، الحرية نحو سوريا الديمقراطية بروح مقاومة المرأة في ثورة روجافا. نستقبل هذا العام وهذه المناسبة بروح ثورية ومعنويات عالية، وإصرار بنضال المرأة في سبيل تحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية، وخاصة بعد الاطمئنان على القائد عبد الله أوجلان صاحب إيديولوجية تحرير المرأة بإدلائه لبيان من قبل الهيئة المرسلة إلى إمرالي. لذلك في البداية نبارك 8 آذار يوم المرأة العالمي على قائد الشعوب، قائد فلسفة الأمة الديمقراطية، صديق المرأة القائد عبد الله أوجلان، وكما نباركه على جميع نساء العالم عامة وعلى نساء سوريا خاصة وقوات حماية المرأة. في ظل استمرار الحرب العالمية الثالثة ما زالت المرأة تتعرض للقتل والخطف والمعاناة والاغتصاب، والأهم من كل ذلك تتعرض المرأة للتهميش المتعمد في مشاركتها لبناء نظام جديد لسوريا المستقبل. أصبح نموذج الذكوري مصيبة حلت على العالم أجمع، جلبت معه الخراب والدمار والحروب والمعاناة. لذلك سنقف ضده دعاة للسلام وترسيخ لمبادئ العدالة والمساواة والحرية. 8 آذار هو صرخة لتاريخ اضطهاد المرأة، وهذا التاريخ فضح الوجه الحقيقي للهيمنة الذكورية الذي تحول إلى دولة، وأصبح هذا اليوم العالمي للمرأة نضال ومقاومة الآلاف من النساء، بدءا من كلارا زيتكين وليلى قاسم وسكينة جانسيز وسما يوغا، ووصولا إلى آرين ميركان وزينب صاروخان ويسرى درويش وأرجين كوباني، والآلاف من المقاومات اللواتي سطرن أروع ملاحم البطولة وسجلنا التاريخ بروح المرأة الحرة التي أثبتت بأنها لا يمكن أن تعيش المرأة مستعبدة على أرض الآلهة يوما، وأنها ستكون لنفسها وتقود المرحلة بكل جسارة وعزم، ولتحافظ على ما اكتسبتها خلال مسيرة نضالها ولتحقيق الأمن والسلام، وتأكيدا على ضمان حقوقها في دستور سوريا المستقبل. نعاهد الشهيدات بالعمل الدؤوب في تحقيق طموحات وأهداف المرأة السورية بكافة أطيافها ومكوناتها في ترسيخ فلسفة المرأة، الحياة، الحرية لبناء مجتمع ديمقراطي. على هذا الأساس ندعو كافة النساء ودعاة الحرية والديمقراطية لتوحيد صفوفنا وإعلاء صوتنا وتطوير رؤيتنا البناءة لحل قضية المرأة والاستمرار بنضالنا ومقاومتنا ضد كافة أشكال العنف والتحجيم بحق المرأة. بروح 8 آذار 2025 نعلن عن بدء حملتنا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتي تبدأ من 1 آذار وتستمر حتى 8 آذار على الشكل التالي: مؤتمر ستار حلب، إلقاء تصريح باسم مؤتمر ستار، تعليق لافتات في الشوارع الرئيسية، إعطاء محاضرات وعرض سنفيزيون على مستوى 3 مجالس، زيارات إلى جميع النقاط العسكرية. علاقات مؤتمر ستار: 3 اجتماعات للمكون العربي ونساء العشائر، للمكون المسيحي، لنساء بداخل حلب، لجنة الاقتصاد والهلال الذهبي، تنظيم شفبرك وعرض مأكولات تراثية،
حماية الجوهرية، اجتماع موسع وعرض سنفيزيون لأعضاء الحماية الجوهرية. حزب الاتحاد الديمقراطي بيدا، تنظيم ورشة عمل في حلب. مجلس عوائل الشهداء، اجتماع موسع على مستوى الحي لعوائل الشهداء وحفلة لزوجات الشهداء. منظمة سارة، تنظيم ورشة عمل وتوزيع بروشورات وحملة زيارات. وقفة المرأة الحرة، معرض أشغال يدوية. منظمة نودام، إعطاء محاضرات لعوائل المعاقين وتوزيع هدايا رمزية لهم. المرأة الشابة، تنظيم مسيرة وتوزيع ورود. إقامة معرض صور. مكتب المرأة اليزيدية، اجتماع لنساء اليزيديات. لجنة الصحة، إعطاء محاضرة للجان. مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل، لقاء تشاوري. أمهات الجاريلا، اجتماع مع عرض سنفيزيوني للأمهات. مؤتمر ستار حلب 1/3/2025. سروق جيان نابي، بسروق جيان نابي، بسروق جيان نابي.